مساء الخير حبايبي. النهارده هنعمل وصفه جميله بالبطاطس. زهقنا بقى من البطاطس المحمره والمسلوقه والصينيه، قلنا بقى نعمل ايه، حاجه جديده بس بجد جميله. جربيها وهتعرفي. هنجيب قوطه وفلفل، هنحطهم على النار في شويه زيت ونسيبهم. هنحط عليهم ملح، فلفل اسمر، كمون وشطه. وهنجيب بطاطس مكعبات، بعد ما تغسليها هتحمريها. بصي يعني هي مش كبيره قوي، حلوه ولا تخينه. بطاطس مكعبات، وهنا قوطه وفلفل والتوابل اللي قلت لك على، وشويه الزيت، وتسيبهم على النار دقيقتين 3 4 كده، يعني على حسب ما تتسبك معاكي. واظبطي بقى الملح بتاعها، وحطي لها بقى شويه سكر علشان ايه، القوطه متعملش حموضه. ماشي لغايه هنا تمام. زي ما انت شايفه كده القوطه على النار، هنسيبها كده تتسبك شويه. محدش بيتفرج ليه على الفيديوهات بتاعتي اللي بنزلها؟ مش عاجباكم؟ لو في حاجه قولولي. عايزين بقى اشتراكات ولايكات وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي وتدعمونا، احنا قناه لسه جديده وعايزين ايه، نكبر بقى في القناه. زي ما انت شايفه كده، ممكن اغطيها شويه ووطي عليها شويه. بس محمره. نعملها بالشوكه علشان ايه، تسرع معانا السوا. بس بجد الوصفه دي جميله، جربيها هتعجبك. تنفع معاكي فطار، غدا، عشاء، حاجه خفيفه، اي حاجه ماشيه معاكي، بالذات في الفطار الصبح. جنبها بيض وجبنه، وعلى فكره ممكن تحطي عليها بيض من على الوش بعد ما تخلصي، او جبنه موتزاريلا، يعني معاكي ماشيه في كل حاجه. بس بجد وصفه حلوه بالبطاطس. هنا بقى خلاص كفايه كده. بعد ما ظبطتي ملحها هننزل بالبطاطس، نقلبهم. بصوا ده شكلها. انا ممكن احط لها ربع كوبايه ميه، يعني حاجه صغيره عشان تبقى ايه، حلوه معاكي. بس بجد طعمها تحفه، جربيها هتعجبك، بالذات في الفطار. ممكن تحط عليها هنا بيض في المرحله دي، بيض، وتغطيه وتستوي في دقيقتين. ما تقلبهوش، سيبيه من على الوش، او جبنه موتزاريلا. ممكن من على الوش ايه، تعملها زي البيتزا، زيتون، حلقات فلفل رومي، اي حاجه من على الوش. نقلب بالراحه عشان ايه، ما تتبهدلش. ممكن نغطيها شويه، او ممكن نسيبها كده. بس بجد جميله، جربيها هتعجبك.
يلا بقى شجعينا بقى. يلا لو ما شفتوش للاخر شوفيه للاخر، شجعينا، حطي لايك. نقلبها بالراحه. هو دقيقتين 3 وهنطفي عليها، كفايه كده، هي اصلا بطاطس مستويه ومسبكينها من الاول، يبقى كفايه عليها. يلا قومي جربيها وقولي لنا حلوه ولا وحشه. هي كده استوت خلاص، هطفي عليها. هنغرفها بقى دلوقتي، خليكم معانا. بعد ما نغرفها خليكم معانا. معلش بقى لو التصوير مش حلو عشان انا بصور بايد وبشتغل بايد. بصوا بقى الطريقه، طعمها جميل. تحفه، جربوها هتعجبكم. يلا جربوا بقى وابعتوا لنا واشتركوا معانا. سلام.